1,600,000,000,000 دولار. ده مش رقم ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى حجم تجارة السلاح في العالم، ولكن ده حجم الفلوس اللي بتدور في مطحنة المراهنات الرياضية كل سنة. رقم كفيل ببساطة يشتري دول بحالها، ورغم كده هو متوزع بدقة متناهية على كل تفصيلة انت ممكن تكون شايفها تافهة في الملعب أو حتى جزء طبيعي وعادي من اللعبة. أصل مين كان يتخيل مليونيرات زي تونالي أو باكيتا يعملوا فاول أو يطلعوا كور أوت ويضحوا بسمعتهم ومكانتهم عشان يراهنوا على الماتشات؟ فخلنا أقول لك إن ده مجرد جزء بسيط جدا من شبكة كبيرة جدا، لا جدا جدا يعني. ولو قلت لك انها ممكن تبدأ من مدرجات الدرجة الثالثة في مصر لحد اكبر مباريات الدوريات الاوروبية الكبرى فانا مش ببالغ. الموضوع وصل لمرحلة إدارة اللعبة دي من ورا الشاشات، وتخيل أصلا إن في ماتشات كاملة بتبدأ وتخلص والناس بتكسب وتخسر وهي أصلا ماتشات ما اتلعبتش في الحقيقة، ولكن عبارة عن شوية أرقام بتتحرك في سيرفرات وتلم فلوس الناس اللي بتراهن على المواقع. فاحنا النهاردة هنمشي ورا ريحة الفلوس دي، من أول الجاسوس اللي قاعد في المدرجات ويسبق ويغفل الكل لحد عباقرة الرياضيات اللي بيحولوا مجهود اللعيبة لبورصة باردة بتسعر كل فاول وكل ركنية قبل ما يحصلوا أصلا. هنفهم إزاي القمار عرف يلبس قناع القانون، وإزاي شركات الداتا بقت هي اللي بتشتري الأندية وبتطور الصفقات بفلوس مشبوهة، وليه في النهاية شركات القمار بتفضل دايما كسبانة حتى لو أنت مفكر إنك مقطع السمكة وديلها وقاري الماتشات صح. فأنا أحمد ثابت، وفي الحلقة دي من سوالف جول سكوب هنتكلم عن عالم المراهنات في كرة القدم. فبنا صديقي. يوم 12 مارس 2023 واستهام بيلعب استون فيلا، وفي الدقيقة 70 لوكاس باكيتا بيقرر يعمل تاكلينج على جون ماكين في نص الملعب. لقطة ملهاش أي علاقة بالتكتيك ولا بظروف الماتش، ولا حتى باكيتا لاعب جزار علشان يتهور كده. الحكم بيطلع الكارت الأصفر والماتش بيكمل، لكن في مكاتب بيت واي في إنجلترا الوضع ما كانش طبيعي. في اللحظة دي السيستم رصد حركة مريبة جدا. في مئات الحسابات الجديدة اتفتحت من جزيرة باكيتا في ريو دي جانيرو في البرازيل، كلهم حاطين أقصى مبلغ ممكن مسموح بيه على رهان واحد ومحدد جدا. باكيتا هياخد انذار في الماتش ده، والاغرب انه كان مربوط برهان تاني لانذار لاعب برازيلي تاني برضه اسمه لويز هنريكي بيلعب في ريال بيتيس في نفس اليوم، والاتنين خدوا الانذارات اللي اتطلبت منهم بالظبط. وهنا السؤال اللي انا وانت واي حد معدي سمع القصة دي هيسأله: ليه لاعب بياخد 150,000 استرليني في الاسبوع ونجم من نجوم فريقه في اقوى دوري في العالم يغامر بمسيرته كلها علشان انذار؟ والاجابة تتلخص في الناس اللي وراه. باكيتا ما كانش بيعمل كده علشان هو محتاج فلوس، باكيتا كان بيوزع أرباح على قرايبه وأصحابه في الجزيرة اللي طالع منها من البرازيل. الإنذار ده بالنسبة له حركة بسيطة يعني في الملعب، بس بالنسبة لناس تانية في البرازيل ممكن عادي جدا تغير حياتهم. ولكن شركات المراهنات مش عبيطة، هم بيسامحوا في أي حاجة إلا إنك تغفلهم. هم بيعتمدوا على إن الكرة فيها عشوائية، فلما العشوائية دي تختفي ويتحول الحدث لشيء مضمون فيفهموا إن في تلاعب. باكيتا دلوقتي وشه في وش الاتحاد الإنجليزي، والاتهام مش مجرد قمار فقط، الاتهام هو التلاعب بنزاهة اللعبة. طب واحد زي باكيتا عمل كده علشان أهله وحبايبه والمجتمع والناس. طب تونالي ده حتى شكله ما يديش على حرامي غسيل حتى، ولكنه فعلا قصة تانية خالص. احنا قدام الفتى المدلل لإيطاليا، الراجل اللي نيوكاسل دفعوا فيه 70 مليون يورو عشان يبقى حجر الأساس في مشروعهم الجديد، وفجأة المشروع ده كله اتهد فوق دماغهم بخبر إنه تولاني متحقق معاه في قضايا مراهنات. والأغرب في إنه كان بيراهن على فوز ميلان اللي هو الفريق اللي كان بيلعب فيه أساسا، يعني الرهان كان على الفوز، ولكنه ما كانش بيدور على المكسب المادي. وأدمن الممارسة بتاعت المراهنات اللي بتخليه ينتشي زي مدمنين المخدرات بالظبط. وكيل أعماله اعترف ساندرو مريض بالقمار. تخيل بقى نيوكاسل دافع شيء وشويات وفجأة اللاعب ده يتحظر 10 شهور ويضيع عليهم موسم كامل عشان رهان ملوش لازمة. فحرفيا المراهنات هنا ما دخلتش جيب اللاعب وفقط، ولكنها لعبت في دماغه وغيرت خطط مدرب ونادي بحاله. الفكرة بالنسبة لي زمان ان التلاعب لازم يكون في نتيجة الماتش ومين كسب ومين خسر، لحد ما عرفت مصطلح اسمه السبوت فيكسين، وده بقى التلاعب اللي في الغالب بيعدي من تحت رادار اي حد، ومضمونه يعني انك مش هتشتري ذمة لاعب وتخليه يخسر فريقه، ولكن هتخليه يعمل فعل تافه في وقت احنا محددينه. حاجة فنيا ممكن تظهر انها عادية، بس في سوق المراهنات
هي بمبالغ محترمة. خد عندك مثلا اللي حصل مع جرانيت تشاكا في 2021 قدام ليدز يونايتد. أرسنال كان كسبان 4-1 والماتش ميت خلاص يعني، وصلنا لحد الدقيقة 86 وتشاكا قاعد يماطل في لعب ضربة حرة تافهة في نص ملعبه، والحكم لما جاب آخره طلع له الانذار. كل ده يبان عادي وبيحصل، ولكن كان في رهان اتحط ب 52,000 استرليني إن تشاكا هياخد انذار في آخر 10 دقايق من الماتش. تخيل مبلغ زي ده أصلا بعد الرهان هيكون عامل إزاي، ومحطوط على حدث ملوش أي قيمة في ماتش محسوم. السبوت فيكسن هو دس السم في العسل، لأن مين هيشك في لاعب طلع كرة تماس أو حارس اتأخر لثواني في ضربة المرمى أو مدافع عمل ركنية ملهاش لازمة؟ دي أفعال في الغالب مش هتغير نتيجة الماتش وما بتخليش الجمهور يشك في نزاهة فريقه، بس في الحقيقة هي سبوبة ومتخطط لها بالثانية. ويلسون راج بيرومال، الراجل ده من أشهر النصابين في تاريخ الكورة. أصدر كتاب بعد ما اتسجن اسمه كيلون كينجز. في الكتاب ده حكى بالتفصيل إزاي كان بيسيطر على اتحادات كرة كاملة في أفريقيا. كان بيروح لدول زي زيمبابوي وتوجو ويوهمهم إنه مستثمر رياضي، وينظم لهم معسكرات وماتشات ودية مشبوهة في آسيا عشان يظبط المراهنات بتاعته. خد عندك مثلا اللي حصل في 2010، منتخب توجو لعب ماتش ودي ضد البحرين، الماتش خلص 3-0 للبحرين. لحد هنا الموضوع عادي وبيحصل، انت مش اول ولا اخر فريق يخسر بالثلاثه يعني. ولكن بعد الماتش اتحاد توجو الرسمي طلع بيان ومختصره كان ان احنا ما نعرفش مين اللعيبه دي وما بعتناش حد يلعب في البحرين اصلا. اكتشفوا ان عم الحاج بيرومال هو اللي جمع شويه لعيبه مجهوله عباره عن عمال في المصانع، حطابين في الجبال، فلاحين في المزارع، ولبسهم تيشيرت المنتخب وصفرهم يلعبوا باسم الدوله عشان يظبط رهان معين في سوق اسيا. وشدين لي 40-50 خط تحت كلمه اسيا دي عشان هنرجع لها كمان شويه قدام في الحلقه. المهم يعني ان النقابه الدوليه للاعبين المحترفين ما سكتتش على الحوارات دي، لان بدا يكون في شكل متكرر لاستغلال الناشئين في الدول اللي طبعا دخلها قليل. فيجي ناس زي ويلسون كده يطمعوهم بالفلوس والعيشه والزبادي خلاط، وفعلا بيعملوا كده. ولكن اللعيبه دي لما بتكبر وتوصل لانديه ودوريات كبيره، فهنا المافيا بتبدا تصرف الشيكات. بيكلموا في الموبايل يقول له فاكر لما صفرتك وصرفت عليك وانت عيل، جه الوقت ترد الجميل. ركنيه هنا بقى، انذار هناك، بيلن، ايا كان يعني. واللاعب بيبقى تحت درسهم وما يقدرش يقول لا، لأن معاهم سيديهات وإثباتات عليهم. فتحول الموضوع لتجارة في البشر واستثمار طويل المدى في فساد الزمن. البث التلفزيوني في أي بلد في العالم في الغالب بيكون متأخر من 5 ل 15 ثانية، وده لأن الإشارة بتاخد وقت لما تنتقل من القمر الصناعي لحد بيتك، وغير طبعا شغل الإخراج والكلام ده عشان لو في لقطة مش عاوزها يلحق يغيرها أو حتى يقطع البث. ولكن ده مش موضوعنا دلوقتي. اللي أنا عاوز أقوله إن التأخير في البث ده فتح باب لفلوس بالملايين. في المدرجات بيبقى في ناس اسمهم الكيرت سايدرز، دول مش مشجعين، ولكن بيبقى شخص معاه في جيبه جهاز صغير او موبايل مفتوح عليه ابلكيشن المراهنات، وبمجرد ما الكرة تلمس الشبكة او حدث ما يحصل فهو بيدوس على زرار في اجزاء من الثانية، والاشارة بتاعته بتوصل لسيرفرات مكاتب المراهنات اسرع من صورة التلفزيون العادي. فتخيل بقى المراهن اللي قاعد ورا الشاشة في بلد تانية يبقى عنده جاسوس في الملعب يقول له ان في جون جه قبل ما يتشاف على الشاشة الصغيرة بثواني معدودة، فبيدخل يحط رهان بمبالغ خرافية على ان في حدث هيحصل دلوقتي. الموضوع وصل لان حاليا الانديه والاتحادات بقوا بيوظفوا كشافين مخصوصين في المدرجات عشان يدوروا على الناس المشتبه فيهم. عندك مثلا في بطوله استراليا المفتوحه للتنس اتمسك شخص كان معاه جهاز متوصل بكهرباء في جسمه عشان يبعت اشارات معينه لاصحابه المراهنين عشان يسبقوا البث. ده غير بقى ملاعب اوروبا اللي فيها مشجعين اتمنعوا مدى الحياه من دخول مدرجات ناديهم. المباريات الوهمية أو الجوست ماتشز، ودي ماتشات كاملة بتبدأ وتنتهي والناس تراهن وتكسب وتخسر، وأصلا ما كانش فيه ماتش ولا لعيبة نزلت من بيوتها أساسا. في 2014 فجأة ظهر على أغلب مواقع المراهنات إن في ماتش ودي شغال ما بين بونفرديانا الإسباني وفرياموندي البرتغالي. الابليكيشن عمال يعد ركنية هنا فاول هناك، انذار في دقيقة 30، والمراهنين شغالين بتقولهم وبيرموا فلوسهم على احداث الماتش واللي شايفين ارقامه قدامهم لحظه بلحظه. الضحك بقى ان نادي فرياموندي البرتغالي شم خبر بالموضوع وطلع بيان رسمي وقال يا جدعان احنا اللعيبه بتاعتنا النهارده واخده اجازه وقاعدين في بيوتهم، احنا ما لعبناش ماتشات خالص ولا نعرف بونفردانا ده مين اصلا. انت متخيل العبث؟ المافيا دي بتبقى عارفه ان الماتش فيك، فبيحطوا رهاناتهم على سيناريو هم اللي مألفينه في خيالهم ويلموا الملايين ويهربوا قبل ما حد يكتشف الحوار. وده يخلينا نسأل سؤال مهم، مين بقى اللي بيوصل الداتا دي للمواقع؟ وهل شركات الداتا دي هي اللي مغفلة ولا شريكة في السبوبة؟
الموضوع كله متوقف على شركات عملاقة زي سبورتس رادار وجينيس سبورتس. الشركات دي هي المواسير اللي بتضخ الأرقام لمواقع المراهنات، بس الشركات دي عشان تغطي آلاف الماتشات كل أسبوع في كل خرم في الكوكب اللي احنا عايشين عليه ده، ما يقدروش يبعتوا طاقم تصوير ولا عربية إذاعة لكل ملعب. في ماتشات كتير بيعتمدوا فيها على الداتا سكاوتس، والسكاوت ده ممكن يبقى طالب أو واحد بيدور على أي سبوبة فريلانس، بياخد في الماتش الواحد ملاليم مقابل إنه يقعد في المدرج، ومعاه ابلكيشن خاص بالشركة مهمته إنه يغطي الأحداث. كرة طلعت ركنية يدوس على زرار الركنية، لاعب خد انذار يدوس انذار، والداتا دي بتطير في أجزاء من الثانية لسيرفرات الشركة ومنها لأبليكيشن المراهنات. فهل تتخيل إن الملايين دي مربوطة بذمة شخص بياخد 20 أو 30 دولار بالكتير قوي في الماتش؟ الشخص ده ممكن ببساطة يتأخر في الضغط أو يزود ركنية من خياله، أو حتى يقعد في بيته ويشغل الGPS ويقنع الشركة إنه في الملعب ويبدأ يألف بقى ماتش كامل من دماغه، وهو ده اللي صنع المباريات الوهمية اللي حكينا عنها. فشركات الداتا هنا ضحية لجشعهم، هم عاوزين يغطوا أكبر عدد من الماتشات عشان يبيعوا داتا أكتر، فبيضطروا يشغلوا أي حد ومن غير رقابة حقيقية. توني بلوم هو مالك نادي برايتون الإنجليزي، واللي حرفيا اشترى النادي من مكاسبه في المراهنات. الراجل ده مش مجرد مستثمر معاه قرشين، ده حرفيا بيفكرني بخالد صالح في فيلم الرئيس عمر حرب، مقامر محترف، والسر كله في شركة أسسها اسمها ستار ليزارد. الشركة دي في لندن عبارة عن خلية نحل، ولكن من عباقرة الرياضيات وخبراء الداتا اللي بيتعاملوا مع ماتشات الكورة كأنها معادلات فيزياء وتفاضل وتكامل. ستار ليزارد شركة استشارية للمراهنين التقال قوي، بتستخدم خوارزميات بتدرس كل فسوة في الملعب، حالة الجو، سرعة الرياح، الحالة النفسية اللاعب بعد ما فركش مع خطيبته، زاوية ميل الكرة وهي بتتلعب ركنية. والداتا دي حقيقية ودقيقة لدرجة إنها بتسبق توقعات السوق بمسافات، ومن هنا بيعمل ثروته الضخمة. ولما اشترى برايتون ما عملش زي الملاك اللي بيصرفوا ملايين على نجوم الشباك، هو طبق موديل المراهنات بتاعه على صفقات النادي، وده اللي خلاه يجيب لعيبة زي مويزيس كايسيدو من الإكوادور ب4 مليون يورو، ماك أليستر ب7 مليون، وبعد سنتين بيبيعهم ب150 مليون. برايتون حاليا هو المختبر بتاع بلوم، هو من أول الأندية في العالم اللي قوة السكاوتين بتاعته جاية من خوارزميات المراهنات. لو حابين نعمل حلقة عن حرب الداتا والمعلومات في الكورة، ومن ضمنهم حرب ما بين برايتون وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، فعرفوني في التعليقات. طيب لو بلوم غلب السيستم بالداتا، مين بقى اللي بيحط القواعد دي أصلا؟ مين اللي بيحدد ان فوز السيتي النهارده بكذا وفوز لوتن تاون بكذا؟ الاود ميكرز، ودول مش قاعدين يتفرجوا على الكوره عشان يستمتعوا بجمال اللعبه، ولكن بيفصلوا لكل ماتش مجموعه من الارقام اللي ما بتفهمش غير لغه المكسب والخسارة. السيستم بتاعهم مش شغال على مين أحسن فنيا، هو شغال على حاجة اسمها الأوفر راوند. ببساطة كده يعني هم بيحسبوا احتمالات كل النتائج، بس بدل ما المجموع يكون 100% زي ما علمونا في المدرسة، هم بيخلوه مثلا 107% أو 110%. السبعة أو ال10% دول هم العمولة للمكاتب المراهنات بتدخل جيوبهم قبل ما الماتش يبدأ أصلا. الماتش بالنسبة لهم ميزان، فلازم كفتين الفلوس يفضلوا متوازنين علشان هم يلموا الفرق في الآخر، وهم حاطين في بطنهم بطيخة صيفي. ليه دايما في أخبار التلاعب والفساد بيذكروا مصطلح السيولة الآسيوية؟ وليه عاصمة المراهنات الحقيقية في العالم مش لندن ولا لاس فيجاس، لكنها مستخبية في الفلبين وسنغافورة؟ ببساطة لأن آسيا ما فيهاش سقف. يعني في انجلترا مثلا المكاتب تحت عين الحكومة وليها حدود في المبالغ وقوانين بتعرف كل مراهن فلوسه جاية منين ورايحة على فين. لكن في السوق الآسيوية مفيش حد بيقول لحد تلت التلاتة كام. المراهنين هناك بيحطوا مبالغ خرافية في رهان واحد على ماتش في الدوري الماليزي ولا الفيتنامي. وهناك طلع البعبع اللي شقلب كيان المراهنات في العالم كله، وهو الآسيان هانديكاب. وده مش مجرد نوع رهان، ولكن فخ رياضي متفصل علشان يلغي احتمالية التعادل تماما ويخلي المراهن دايما حاسس انه قريب من المكسب. حاجة كده تخلي اللي بيراهنوا دول يلفوا حوالين نفسهم. وفي السوق ده بيظهر حيتان زي السنغافوري الدانتان. الراجل ده كان بيقعد في مكتبه في سنغافورة وبمكالمة تليفون واحدة يحرك ماتشات في إيطاليا ونيجيريا أو حتى تصفيات كأس العالم، وما كانش بيراهن ب100 ولا ب1000 دولار، ولكن كان بيرمي مئات الآلاف وأحيانا ملايين في ثواني معدودة. والسيولة الآسيوية دي هي الرئة اللي بتتنفس منها المافيا الدولية. المبالغ اللي بتتدور في آسيا كبيرة، وهي تعتبر اللي بتمول الجواسيس واللعيبة المرتشية اللي حكينا عنهم في الأول. احنا في 2004 ماتش في كاس المانيا بين هامبورغ بكل نجومه وفريق مغمور في الدرجه الثالثه اسمه بادربورن. المنطقي ان هامبورغ يكسب، وده اللي كان حاصل فعلا في اول ربع ساعه وهم متقدمين 2-0. لكن روبر هويزر حكم المباراه
كان عنده سيناريو تاني خالص، والسيناريو كان متألف في برلين مع مافيا كرواتية وهم الأخوة سابينا. فجأة في وسط الماتش وبدون أي مقدمات الحكم هويسر بيطرد نجم هامبورج إيميل ميبنزا علشان بس اعترض، واداهم ضربتين جزاء من وحي الخيال، وبدر بورن بيكسب 4-2 في واحدة من أكبر الفضايح الكروية اللي شهدتها ألمانيا. وبعد التحيات عرفنا إن هويزر ده كان بيقبض كاش وبياخد عمولة عن كل صفارة بتغير مسار الرهانات، والتحيات كشفت إنه قبض حوالي 67 ألف يورو وشاشة عرض بلازما، ودي كانت رفاهية وقتها، مقابل إنه يظبط نتائج ماتشات معينة لصالح الإخوة سابينا اللي كسبوا ملايين من ورا الصفارة بتاعته دي. واحدة من أكبر العبثيات اللي بنشوفها لما ايفن توني او ساندرو تونالي يبقوا قاعدين في المدرجات محرومين من لمس الكرة لشهور عشان خالفوا قواعد المراهنات، وفي نفس اللحظة دي لو بصيت على تيشيرتات زمايلهم في الملعب او حتى على اللوحات الإعلانية اللي بتلف جوه الاستاد هتلاقي شعارات شركات المراهنات بتنور وتطفي في وشك كل ثانية. حرفيا يعني قمة النفاق. يعني الدوريات الأوروبية عاملة زي الأب اللي بيضرب ابنه لو شافه بيلعب، وفي نفس الوقت الأب ده فاتح كازينو في الصالة وبيصرف على البيت من أرباحه، والأرقام ما بتكدبش. لحد الموسم ده حوالي نص أندية البريمير ليج عندها شركات مراهنات كراعي رئيسي على صدر التيشيرت بتاعهم، ده غير الشركات الجانبية اللي مفيش نادي بيخلو منها، فبيمنعوا اللاعب يراهن عشان نزاهة اللعبة، بس مفيش أي مشكلة إنهم يغسلوا دماغ المشجع بتاعهم بإعلانات تقعد تقول له راهن دلوقتي واكسب المليون. ولما الضغط الشعبي زاد والبرلمان الإنجليزي بدأ يتكلم، فالدوري طلع بقرار تخديري صايع جدا بصراحة. قالوا لهم هنمنع إعلانات شركات المراهنات على صدر التيشيرت بداية من موسم 27. طب والكمام موجودة عادي، طب واللوحات اللي في الملعب موجودة برضه، طب والإعلانات اللي بتيجي في نص الماتش شغالة الله ينور. الحقيقة اللي البريمير ليج ما يقدرش يقطع حبل الوريد ده، لأن شركات المراهنات هي اللي بتدفع المبالغ الخرافية للأندية عشان تفضل تنافس وتشتري في اللعيبة. ازاي اكبر شركة مراهنات في العالم واللي بتلعب الدوري الايطالي واندية كبيرة زي ليفربول وبرشلونة في نفس الوقت هي شركة مطرودة ومحظورة في بريطانيا نفسها؟ القصة بتبدأ من روسيا. 3 هربانين من القانون أسسوا الشركة دي، وبعد ما الدنيا ضاقت عليهم طاروا على قبرص، ومن هناك بدأوا يبنوا امبراطوريتهم. عارف انت المواقع اللي بتظهر لك لما بتدخل تتفرج على ماتشات او افلام، ف 99% بتلاقي فيها اعلان بيقول لك سجل دلوقتي وخد البونص. فهم فعليا ما بيستهدفوش المراهن الغني، ولكن بيصطادوا الشباب في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينيه، الدول اللي فيها الرقابه والحاله الماديه بعافيه شويه، والشباب هناك بيدور على الغنى السريع. الشركه دي وقعت في فضايح زي مراهنات على دوري اطفال تحت 12 سنه، ومراهنات على مصارعه الديوك، وحتى الستريمرز بيلعبوا العاب فيديو وهم سكرانين. ففي 2019 الحكومه البريطانيه جابت اخرها معاهم وسحبت منهم الرخصه وقفلت نشاطهم. طب ليه لسه بنشوف شعاراتهم في الماتشات العالميه؟ لانهم بيعرفوا يلعبوا في الثغرات، بيعملوا عقود مع الانديه الكبيره عشان يظهروا في بث معين بيتوجه لدول تانية، فالمشاهد اللي في مصر او نيجيريا يشوف الاعلان والمشاهد اللي في انجلترا ما يشوفوش. فبقينا قدام اخطبوط رقمي مالوش قلب بيستغل هوس الناس بالكوره عشان يجرهم لدوامه رهان ما بتخلص، والفلوس في الاخر بتروح لحسابات في جزر مجهوله محدش يقدر يوصل لها. كل اللي حكيناكم واللي جاي ده كوم تاني خالص، الكريبتو بيتنج او الرهان بالعملات المشفره. هنا مفيش حاجه اسمها ارفع صوره بطاقتك ولا اربط حسابك بالبنك ولا اي كلام من ده. المراهنين هنا محتاجين محفظه رقميه فقط، مفيش اسم، مفيش عنوان، مفيش من اين لك هذا. والرهانات دي مربوطه بالسمارت كونتاكس، ده كود برمجي بيتحط على البلوك تشين بياخد الرهان، وبمجرد ما الداتا تسمع ان الماتش خلص الكود بينفذ التحويل اوتوماتيك، فمفيش بني ادم في النص تقدر تقاضيه، ومفيش مكتب مراهنات تقدر تقفله. الموقع نفسه ممكن ما يبقاش ليه سيرفر مركزي اصلا، ده بيبقى متوزع على الاف الاجهزه حوالين العالم. ده معناه ان الحكومات اللي بتحاول تحمي الناس من القمار بقت بتحارب هوا، واي حد في اي مكان مهما كان سنه للاسف يقدر يدخل يراهن بمبالغ كبيره ومن غير ما حد يعرف هو مين. في ناس صديقي المراهنات مش هتديك فلوس، وحتى لو اخدت فهي حرام قطعا باتفاق اهل العلم، ولكن فرضا يعني انك بتعبد ورق الجوافه، فشركات المراهنات دي انت مش اذكى منها، لانها بتوهمك انك ذكي واذكى من السيستم وخبير في الكوره او ايا كان الرياضه او المخروب اللي بتراهن عليه. بيخلوك حاسس انك تقدر تغلب الخوارزميات، والحقيقه ان السيستم هو اللي راسم لك الطريق، وهو اللي محدد امتى يطمعك وامتى يسحب السجاده من تحت رجلك. فهنا المايك يروح لكم انتوا. عمرك حسيت وانت بتتفرج على ماتش ان في حاجه ريحتها وحشه او حركه مريبه من لاعب او حكم خليتك تشك ان الماتش ده متألف؟ احكي لنا عن اكتر حدث خلاك تشك في نزاهه الكوره. هستنى اراكم في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنساش لو الفيديو عجبك تبعته لكل حبايبك، وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل جرس التنبيهات عشان دايما يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد ثابت، والسلام عليكم.